الأهلي أمام شباب بلوزداد في دور المجموعات في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. أهلا وسهلا بيكم أحبابي وأصدقائي، ما تنساش تعمل لايك واكسبلور وكمان متابعة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. النادي الأهلي وبعد نهاية أفريقيا كوت ديفوار 2024 يعود مجددا إلى المباريات، والبداية مع مباريات دوري أبطال أفريقيا. النهاردة إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة النادي الأهلي بيحل ضيفا ثقيلا على شباب بلوزداد في دور المجموعات في الجولة الرابعة. مباراة صعبة وغاية في الأهمية، ولكن الأهلي دائما بمن حضر في ظل الغيابات وغياب محمد الشناوي عن المباراة. النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله على قنوات بين سبورتس الرياضية هيلعب أمام شباب بلوزداد، لكن القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة التي بثت مباريات كأس أفريقيا ستذيع المباراة رسميا على النايل سات الساعة 9 مساء على تردد 11680 ومعدل الترميز 27500 وكمان أفقي. مشاهدة ممتعة في مباراة إن شاء الله منتظر منها المزيد. مصطفى شوبير أمام اختبار صعب في غياب محمد الشناوي للإصابة اللي هيقعد لنهاية الموسم، وأيضا احتمالية غياب إمام عاشور لعدم اكتمال شفائه، ولكن إن شاء الله يبدأ أساسي من المباراة إن شاء الله بإذن الله، والنادي الأهلي يعمل مباراة كبيرة النهارده في الجولة الرابعة ويقدر يفوز ويحقق 3 نقاط مهمين. اكتب لنا في كومنت وقول لنا توقعك بنتيجة المباراة النهارده ما بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد. دمتم بخير.